الدولمة العراقية من أشهر الوصفات وأطيب الأكلات العراقية. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف كيف الطريقة. أنا من قبل بيوم حفرت الكوسة وحفرت الباذنجان مشان ما ياخدوا معي وقت كتير. جبت 3 حبات بصل كبار مثل ما شفتوا، قشرتهم وراح أقطعهم بهالشكل. نقطع البصلة بالنص بس مو للآخير وبنقشرها. شايفين كيف؟ هيك راح تكون بهالشكل. وكمان جبت حبتين فليفلة بتكفي هيك لهالكمية اللي بدنا إياها نحنا. إذا بدكم أنتوا بتكتروا على كيفكم. وكمان شلت البذر منهم وحطيتهم على جنب، وبندورة كمان حبتين 3. ولب البندورة ما راح نكبه، راح نفرمه ونخليه مع الحشوة. وبدي كمان حبة بطاطا واحدة، فيكم تكتروا أكتر من وحدة إذا بتحبوا. وبقسمها بالنص وبحفرها بهالشكل. وبما إنه السلق ضروري بالدولمة، مرة عملتها بدون سلق لأنه ما كان عندي. المرة هاي لا، جبت سلق مشان تكون دولمة على الأصول. طبعا غليت مي على الغاز وغطيت السلق غطة واحدة، ما بياخد وقت السلق، دغري بدوب، دغري بدنا نشيله. ورق السلق لأنه كتير كتير طري بنصفيه وبنحطه على جنب. رجعت كبيت المي مو بنفس المي وحطيت مي جديدة وحطيت البصلات فيهم. العملية هاي مشان يطرى البصل معانا ونعرف كيف نحشيه، لأنه إذا ما طري البصل معانا ما بنعرف نحشيه وبيتفتح. شوفوا كيف عم يتفتح بكل سهولة. طبعا دولمة بدون بصل ما بتصير، وأساس الدولمة هو البصل، كتير بيعطي طعمة طيبة للمحاشي. والناس اللي ما بتحب البصل وطعمة البصل بالأكل فيكم تستغنوا عنه، بس هو ضروري بهاي الأكلة. بنفتحهم كلهم مشان يكونوا جاهزين للحشي، واللب تبعهم بنفرمه وبنحطه مع الحشوة، ما رح نكبه. يعني البصل كمان مع الحشوة بدنا نحطه. في عندي رز منقوع مغسول، طبعا رز قصير، حطيت لهم نص كيلو لحمة. بحط لهم كمان بقدونس مفروم، ولازم شبنت بس ما عندي. بحط لهم كمان 4 حبات بندورة مبروشين أو مفرومين، ومعلقة دبس بندورة كبيرة، معلقة دبس فليفلة حدة وهي اختياري، وبصلة مفرومة على الناعم، وكاس زيت ذرة. منملح وبنضيف البهارات: فلفل أسود، شوية عصفر، بابريكا حلوة خشنة، معلقتين نعناع ناشف، فيكم تستبدلوها بنعناع أخضر إذا بتحبوا، ومعلقة كمون مطحون، وكاسة من عصير الليمون. وبنخلطهم. طبعا جيت بدي أخلطهم لقيت الجاط صغير، جيت بدلتهم وحطيتهم بجاط أكبر لأنه بدهم خلط كتير منيح. طبعا بعدين بعد ما خلطهم تذكرت إني نسيت شغلة، وهي أهم شي ضرورية يعني، نسيت حط لهم دبس رمان. طبعا الكمية انتم بتتحكموا فيها، بس أنا حطيت لهم قدر كاسة. هذا دبس الرمان أصلي ومركز، أنا عملته بالبيت يعني شغل إيدي. بنخلطهم كتير منيح وصارت الحشوة جاهزة. طعمة الحشوة بتشهي. طبعا أنا كنت مفرزة ورق عنب بالثلاجة بس خلصوا، عقد ما بناكل ورق عنب، بس الحمد لله موجود بكل المحلات طول السنة، يعني مكبوس جاهز. أنا بجيب هذا النوع صبايا من الدرة اسمه الكيلاني، بيجي فيه نص كيلو تقريبا. بس هذا صبايا النوع مملح كتير، يعني إذا بدكم تساووه قبل ما تلفوه بدكم تغسلوه كتير منيح بالمي، وبياخد وقت على الغاز شي 2 ساعة تقريبا، بس ورقته كتير طرية وسهلة على اللف. المهم يا صبايا، بلشت هون بالحشي، وقبل ما بلش بالحشي شو في عندي عظام، شو في عندي عصايص، حطيتهم بأرض الطنجرة، وبدي أحط لهم من سمنة الأصيل، هاي السمنة الحيوانية، شوية سمنة بأرض الطنجرة، بتعطيهم طعمة خيالية. السمنة هاي صحيح غالية بس ما بستغنى عنها بكل أكلاتي. أنا بالنسبة لي السمنة الطيبة هي اللي بجيب طعمة الأكل. وهلأ بدنا نبلش بالحشي. هاي البصلات صاروا جاهزين وهاي السلق. هلأ هاي الكمية اللي بدي أحشيها أنا بتكفي عيلتين ما شاء الله. 3 بصلات مع شوية سلق مع 3 كيليات كوسة وكيلتين باذنجان تقريبا، وحبة بطاطا وحبتين فليفلة و3 حبات بندورة. طبعا بالنسبة للرز حطيت كيلو رز، ومع اللحمة نص كيلو. طبعا بالنسبة للحشي أنا بحشيهم للنص، الكوسة للنص والباذنجان للنص، ما بعبيهم كتير لأنه الرز بالمحاشي بينفش. وبالنسبة لتسكير الكوسة والباذنجان بأي شي بتسكروه، يا أما بورق العنب يا أما بالبندورة. في ناس بتسدهم بحفارة الكوسة، يعني بيخلوا حفارة الكوسة وبسدوهن مثل ما بتحبوا انتو. حتى في ناس بتحط حفارة الكوسة أو حفارة الباذنجان مع الحشوة، بس أنا ما بحب. وسبحان الله الحشوة على القدر، يا الله شو بنبسط بس ما يزود الرز عندي من الحشوة. بعد ما حشيناهن بلش صفهم بأرض الطنجرة. أول شي صفيت البصل، بعدين بصف ورق العنب لأنه ورق العنب بياخد وقت، بعدين صفيت الباذنجان والكوسة، بعدين حطيت البطاطا والبندورة والسلق آخر شي. وهون تذكرت إني نسيت أحط الباقلة اللي هي الفول الأخضر، حطيت عليهم تتقيلة وحطيتهم على النار.
من أصول الدولمة العراقيين تكون ملجوعة على قولة العراقيين، وعلى قولتنا ملدوعة. وقبل ما نحط دبس البندورة عليها بنخليها 10 دقايق على النار لحتى تاخد لون من تحت. بس تصير تغلي بنلوث تحتها ونخليها تستوي على نار هادية. أنا أخذت معي شي ساعتين، طبعا لأنه الطنجرة ما وسعت حطيتهم بطنجرة تانية البقايا. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. كان لازم حطهم بصدر أكبر، بس الله وكيلكم مستعجلة، ولأنه فرط قلبي من الجوع والولاد داب قلبهم. ما بقدر أوصف لكم الريحة بتغوي بالقلب. طبعا الأكل مثل النار، ماني قادرة ألمسه ما شاء الله. شوفوا هاي، شايفين اللدعة؟ هاي اللدعة اللي بدنا إياها. هاي اللدعة بتعطي طعم كتير طيب للدولمة. طبعا وما شاء الله ما شاء الله الورق دايب ذوبان، ورق العنب، وطلعوا كلهم منهنهين ما شاء الله. طبعا الأولاد عم يستنوا فيني فرط قلبهم من الجوع، بيقولوا لي يلا يا ماما بسرعة استعجلينا. بس لازم أورجيكم النتيجة، ما شاء الله منهنهين نهنها. في واحدة سألتني قالت لي كيف الكوسة ما بتدوب معاكي بالطبخ إذا ساعتين؟ مثل ما شفتوا حطيت الكوسة آخر شي من فوق ما بتدوب. وشوف الرز ما شاء الله مفلفل جواتها، وطعمتها طلعت بتشهي. يعني يا هيك الدولمة يا بلا. شو رأيكم؟ إن شاء الله تكون الطريقة عجبتكم، واكتبوا لنا بالتعليقات كيف أنتم بتعملوها وكيف طريقتكم. طبعا أنا من عشاق الأكلات العراقية، وكتير كتير بحب الأكلات العراقية. كانت عندي رفيقة الله يذكرها بالخير من 20 سنة وأكتر ما شفتها، هي اللي عرفتني على الأكل العراقي وكتير حبيته. وتحياتي وكل الحب لأهل العراق. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا في أي ملاحظة على الأكلة، ومنكم نستفيد. وانطروني فيديو جديد، ولا تبخلوا علينا باللايك والشير. تضلوا بخير يا رب.